السلام عليكم. تعالوا بينا النهارده نعمل مع بعض 33 حبة سندوتشات وعيش فينو. هنعمله بنص كيلو دقيق، يعني 4 كوبايات. يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف طريقة التحضير ايه. اول حاجة هنجيب العجان بتاعنا وهنزل بيه 1.5 كوباية مية دافية. لازم تكون دافية عشان الجو ابتدى يسقع، عشان تنشط معايا الخميرة. هنزل هنا بمعلقة كبيرة سكر، وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة خميرة فورية، هنزل بمعلقة صغيرة خل. الخل هنا بيخلي معايا اي مخبوزات هشة وقطنية ولونها ابيض من جوه. هنخلط المكونات دي مع بعض، المية والخميرة والسكر والخل. اخلطيهم، دوبيهم كويس كده. واهم حاجة زي ما قلت لك المية تكون دافية. هنا بعد ما يعني دوبتهم كده، نزلت ب4 كوبايات دقيق، نص كيلو 500 جرام، بالمج العادي الموجود في البيت. معلقة صغيرة كيك شيف او بيكنج باودر. هنا معايا كيس من اللبن البودر ب5 جنيه. لو ده طبعا اختياري، لو انت حابة تحطيه تحطيه، بس طبعا بيعزز معايا الطعم والقيمة الغذائية، وكمان بيدي لون حلو للمعجنات. وبعد كده نزلت بمعلقة صغيرة ملح. يعني نزلنا هنا ب4 كوبايات من الدقيق، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة ملح. وهنبتدي هنا نعجن. وطبعا زي ما قلت لك اللبن البودر اختياري، حابه تحطيه حطيه، بس هو بيدي قيمه غذائيه. موجود عندك حطيه، مش موجود مش ضروري. هنا بعد ما عجنت لقيته محتاج معايا ميه، حطيت معلقتين، يعني فوق الكوبايه ونص اخذ مني معلقتين. طبعا ده على حسب احتياج العجين، عشان الدقيق بيختلف من نوع للتاني. هنا بعد كده نزلت ب3 معالق من معالق الاكل اللي هي بتاعت الرز ديات اللي بناكل بيها، 3 معالق زيت. وعجني كويس وخلي العجينه معاك تكون ناعمه كده ومتماسكه، بس هي طبعا مش يابسه جامد ولا لينه خالص، لا تكون هي وسط كده. هنا بعد غطيتها وخمرت معايا، هبطي كده العجين. وبعد كده جبنا صينيه كده مدهونه دهنه خفيفه زيت خالص خالص لا تسكر. ولا هعمل اللي هقطع الكور الصغيره دي، عشان زي ما قلت لكم احنا هنعمله ميني صغير خالص. انت براحتك بقى، حابه تعمليه اصغر من كده او اكبر من كده، دي حاجه ترجع لك. هقطع بقى واخلص قطيع وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا بقى بعد ما قطعته جاب معايا 33 كوره، يعني ال4 كوبايات جابوا معايا 33. هنا بقى لحشيها حشوه على كد الايد. عندي هنا علبه جبنه من علب جبن التومين، جابوا لي 4 علب الشهر دياتي، فاخدت علبه منيهم. وعندي مربى مشمش، لا هعمل بالجبنه وهعمل مشمش، هنعمل كمان معانا عيش فينو ميني صغير كده، هيعجبكم خالص. هنا عندي الصواني بتاعتي مدهونه دهنه خفيفه زيت، واللي هرص فيها بقى، لا هعمل جبنه وهعمل مربى وهنعمل ساده. هعمل معاكم واحده والتانيه كده، وبعد كده هعمل معاكم المربى، وبعد كده هكمل مع نفسي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا اللي هنعمل مربى. المربى دي معايا مربى قطع، مربى مشمش زي ما شايفين كده. هتبططيها، هتقفليها كويس طبعا علشان ما تفتحش معاكي. عايزاكي تقفليها كويس من الاطراف كده والجوانب وكل حاجه، علشان ما تفتحش معاكي في التسويه، ويطلع منها الجبنه وتطلع المربى. هخلص بقى الكميه دي كلها ولا هرجع لكم. هنا بعمل العيش الفينو. انا حبيت بس اوريكم واحده علشان اشتغل مع نفسي كده. ادي واحده، وهوريكم التانية كمان. عايزاك تقفليها كويس. ادي هنا بعد ما عملت بالجبنه وعملت بالمربى بوريهولكم. لا هعمل كمان رغيف عيش فينو. ادي قفل الاطراف كويس وحطيها في الصينيه. لما تحطيها في الصينيه خلي الطرف من تحت.
اهب كده بقى هشتغل لوحدي وارجع لكم. هنا يا حبايبي بعد ما خلصته رح هغطيه كده ولا هسيبه يخمر، مش هياخد معايا وقت في التخمير، يعني حوالي ربع ساعة او تلت ساعة. هنا بعد التخمير جبت معايا معلقة عسل اسود على معلقتين من المية، وكمان حطيت معلقة زيت عشان كمان الزيت يديه لمعة، واللون الحلو اللي انت شفتوه دياتي من العسل الاسود. طبعا ما عندكيش ممكن اي شربات عندك تقيل هتخففيه وتدهني بيه علشان السمسم وحبة البركة يلزقوا في الرغيف. ما عندكيش يا ست الكل ميه ومعلقه سكر وهتدوبيه وهتدهن الوش، مش عايزه تدهنيه خالص ما تدهنيش، عايزه تدهنيه زيت من فوق ادهنيه، هيطلع حلو، هيديك النتيجه جميله كمان. ادي حبايبي هنا بعد ما خلصته دخلته الفرن. طبعا الفرن لازم تكون سخنه جدا جدا عشان العيش ينتفخ معايا ويطلع كده زي السفنج من جوه، ما يطلعش معجن. طبعا الفرن يكون سخن ودرجه الحراره تكون وسط. وادي طلع معايا بالجمال ده والحلاوه اللي انتوا شايفينها دي. شايفين ما شاء الله، من 4 كوبايات جابوا الكميه دي كلها. جميل جدا، ينفع معاك مفطار وغداء وعشاء وفي اللانش بوكس يعني، وفي الرحلات في الشغل تاخديه معاكي، يعني ينفع معاكي في اي حال من الاحوال. شايفين جميل ازاي؟ ما شاء الله، الله اكبر، في منتهى الجمال والروعه. عايزاكم تقوموا بقى تجربوه وحيعجبكم ان شاء الله. وادي بمكونات بسيطه جدا جدا موجوده عندك في البيت. طبعا لو ما عندكيش حليب قلت لك لبن بودر ما تحطيش لبن بودر، يعني لو كان عندك موجود زي ما كان موجود عندي حطيه، انا لو مش موجود عندي ما كانش حطيته. ادي يا حبايبي شايفين فتحنا الجبنه وفتحنا المربى، وادي كمان الساده عشان كمان تحشيه حلاوه طحينيه او تحشيه لانشون، تحشيه بطاطس، تحشيه بيض مسلوق، اي حاجه. يلا بقى بكده اقول لكم الفيديو انتهى. السلام عليكم.